Okay, let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني. اليوم يا حبايب قلبي جينا لكم بمقطع النار. اليوم يا حبايب قلبي عندي لكم مقطع يسمى الفرق في التربية. ادخل يا كابتن. يا رهايف هالقلب حزني منك ما طيقه على المواصل طلبتك يا الغلبة والطوف بجسمك. مع الأسف السبب انتي ما بش حولهم. انا ايش قلت لكم يا جماعة؟ اني تبدأ انتوا دارين تبدأ من الام ولا من الاب. ما حلو امراضه تعيقه ما هو بحاجات علاج وابرة مخدر علاج جاهلته. توحدوا يا أهل الإسلام لنقضي العدونا إلى الأبد بإذن الله. يا أهلنا المستضعفين استعينوا بالله واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. شفتوا يا حبايب قلبي ايش كنت اقصد لكم؟ هو ما بش فرق يا جماعة، بس هي حاجة واحدة، التربية. فنسأل الله الهداية يا جماعة والله، وكل أم وأب تحافظ على بنتها ولا ابنها، لأني طبعا تبدأ من الحاجات البسيطة، فجأة تصبح يعني ما يقدرش اللسان يتكلم، مش لاقت فعل حركة بسيطة قمتوا ما بعدها بتروح يخرب، عادة ترجع تقولوا لا أحد يجرى مشاعره خلوه، لا ما يفسد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. انا شفت مقطع لعلي بخيتي وهو بيقول ان مايا خليفه بتقدم رساله انسانيه للشباب. متى نشوف توجان البخيتي تقدم رساله جنسيه للشباب؟ مثل هؤلاء التافهين ننزلهم على طول. وربي قضى عليه، وربي مال هذا الديوث الا هكذا، ما بش فيها كلام منطقي، كما تدين تدان. يا لا 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 يا لا لا الحب يا داحم. غضب الله على العدو. لا 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 ابونا ابو عايد روحوا وراكم الله يغير العدو. ايش بكم؟ عادوا يقهرك ذي اشبكهم يا حيوان، يعني انت ترضى على اختك؟ وصل وراك قال ايش بكم. قال ايش بكم؟ قال والله قلنا على باب الكعبه. قال ايش بكم يا ولد؟ ايش ذا الناس؟ وربي ختم التنمر. يا ولد حسبي الله ونعم الوكيل. ايش بكم يا عيال؟ ايش اللي حاصل؟ الجو طبيعي. ايش فيه؟ انا وصديقتي. لا 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 وعدني كذا يا ابو عبد الرحمن. حرام. وربي لخص الكلام كله. والله تحيتي لكم يا غوالي، أمانة فخر. طبعا أنا الآن رايح له، ما أدري فين الآن، لسه يا إخوان هذا هو بعيد عني شوية، دقيقة نروح له. رجع سوري. دقيقة نرجع شوي للخلف. طبعا أنا الآن رايح له، ما أدري فين الآن. وذز الله يهديك يا حبيبي، خربتها أم الفرحة، لو ما سويتها شل على منه أحسن لك. والله يا قلبي أفضل لك إنك ترجع وتحذف المقطع. إن شاء الله يا حبايب قلبي يكون عجبكم المقطع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لأن هذا يهمنا كثير، ولا تنسوا آراءكم في التعليقات لأنه يهمنا أيضا كثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.